لعبت اسماعيل بن ناصر في الوسط، من هنا لريان ايت نوري. ريان يقترب منه تراوري، ريان وتراوري حاول يمر ريان، يرجع لاسماعيل مرة ثانية. بن ناصر لهشام بوداوي في الوسط، بوداوي يرجع لاسماعيل بن ناصر لهشام بوداوي، البحث عن الحل، توصل لريان، ريان وهشام، هشام وريان، هشام وريان، هشام وريان، اوي 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 ركلة جزاء، هشام وريان وركلة جزاء. يا سلام، كر وفر، بدأنا بالبداية بشويش بشويش بشويش، طلعنا ودخلنا وتحصلنا على ركلة جزاء يعلنها حكم المباراة الغاني دانيال الريي. هاي الإعادة من هشام لريان ايت نوري، ريان ايت نوري فيها وعليها، فيها وعليها. ضربوا تحت شوية، تحت مش كثير يعني، بالإعادة نشوفوا شوية تحت، ولكن أعتقد قانون. علاش بغداد ينفذها وعلاش مش رياض؟ رياض. بعدين لو يضيع تقولوا علاش رياض، علاش مش 23 من عمر الشوط الاول. رياض يركز امام الحارس ايرفي كوفي، في حياته سجل وضيع رياض. رياض محرز يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. رياض من هنالك، رياض من هنالك، على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس، على يمينه جول، جول يا رياض، جول يا رياض. منتخب الجزائر امام بوركينا فاسو من امضاء رياض محرز الذي يسجل 3 اهداف في البطولة. رياض محرز الذي يسجل. بدينا المباراة مليح، او بالاحرى المنتخب الجزائري بدا المباراة مليح. هاي شوف الضربة، ضربه صح. شفتوا فيها كثير تفاصيل وجزئيات يشوفوها حكام المباريات. رياض محرز اختار ان ينفذ ركلة الجزاء في الزاوية اللي حبها هو وارادها هو، مش انا. مباريات رياض محرز